شكرا. ماشي. طب دلوقتي التجاهل المعتمد أو الصمت العقابي ده بيعتبر برضو نوع من الاستغلال؟ الصمت العقابي ملهوش علاقة، هو ممكن والتجاهل. يكون شخص. معاكي. نعم. معاكي سامعك. بقولك التجاهل اللي هو المتعمد والصمت العقابي ده ممكن يبقى نوع من الاستغلال برضو. على حسب ده بهدف أو من غير هدف. مم. طب لو هو بهدف. لو عايز لو بهدف إن هو ممكن يكون حصل مشكلة، مم. هو بدل ما يطلع رد فعل عصبي فسكت، فأصبح ده صمت عقابي. تمام. لكن من غير سبب يبقى احنا الاتنين قاعدين مع بعض عادي جدا، وبص الاقي مرة واحدة اشتغل في الصمت العقابي، فلا يعني ممكن يبقى شخص توكسيك، ممكن يبقى مش عايز العلاقة تكمل، ممكن يكون مش حابب الوضع اللي هو فيه. مختلف طبعا في حاجات كتير. ايوه. يعني مش طول الوقت التجاهل، ما ممكن يبقى الاسباب تانية والصمت العقابي برضو يبقى الاسباب تانية، مش لازم يبقى مش شرط، بتختلف استغلال. على حسب الشخصية اللي تتعاملي معاها، ده رقم واحد. ايوه. زي ما قلت لك قبل كده إن كل حاجة بترجع للطفولة. ممكن يكون هو شخص اتعود من هو صغير إن هو يبقى ساكت، فأصبح اه. إن هو بيتعامل مع الناس كلها بصمت عقابي. ممكن يبقى صمت العقابي نتيجة إن هو بقى شخص توكسيك فعايز يوزع أذى. ممكن يبقى صمت عقابي لأن هو مش عايز يطلع عصبيته على الشخص اللي قدامه عشان بيعزه. ممكن يبقى امم. صمت عقابي إن هو من غير سبب، إن هو عايز يخلي اللي قدامه يحس بالذنب بدون أدنى أسباب، بيبقى شخص توكسيك زي ما قلنا. بتختلف من ايوه. شخص لشخص. تمام. بس الهدف الأساسي في الأول وفي الآخر إن الصمت العقابي لو هدف هو ممكن يكون تمام. لكن لو من غير هدف فدي أعراض إن الشخص ده ممكن يكون توكسيك. ايوه.